الناس اللي بتستخدم فوتوشوب بقالها سنين طويلة عارفين إن موضوع السلكشن ده كان بياخد مننا وقت طويل، لحد مع مرور السنين اخترعوا سيلكت سبجكت وبكل سهولة بندوس يسلكت. بس كان الموضوع ما بينفعش مع الحاجات اللي مليانة تفاصيل، زي العجلة أو السلك اللي جواها، زي المروحة اللي هي الحائط، الشبكة بتاعتها. أنا هوريكم طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا من اختيار واحد كده هتخليكم ما تدوس سيلكت سبجكت الحاجة نفسها اللي هيتعملها سيلكشن هتبقى رهيبة وهتجننكم. يلا بينا نشوف الطريقة. احنا في العادي لما يكون قدامنا مروحة زي كده ونيجي ندوس ريموف مثلا باك جراوند، نستنى عليه شوية. بصوا بيقص الحاجة، بيكون شكلها مش accurate، يعني مش بالظبط. ونفس الحال لو جينا نعمل ريموف باك جراوند للعجلة دي برضو نفس الفكرة، هتلاقي هو ما عملش سيلكت لكل شيء. كل اللي هنعمله هنخش على فوق كده على الشمال فوتوشوب settings، وبعد كده هتلاقوا هنا حاجة اسمها image processing. بدل ما هتخلوها device هتخلوها على الكلاود وتدوس اوكي. تعال نجرب كده مع بعض ونريموف باك جراوند. طبعا هو بياخد وقت عشان بيسلكت التفاصيل. بصوا النتيجة، بصوا selection. هنعمل نفس الحالة على العجلة، ودي حالة المفروض أصعب. هعمل ريموف باك جراوند. الموضوع يا جماعة انتوا مش متخيلين، جربوه بنفسكم هتكتشفوا ان في ابهار في الموضوع. هو بيسلكت العجلة بجد بكل تفاصيلها، كل ده في لحظات بس، ونقدر بقى نستخدمه براحتنا بعد كده. لو عجبك المحتوى بتاعنا محمود ابو السعود، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوة دي.